هو ليه في اشخاص متنمرين؟ وايه اللذة اللي بيشعروا بيها لما يتنمروا على الاخرين؟ وازاي نوقف اي شخص متنمر عند حده؟ الجماعة علماء النفس بيقولوا ان الشخص المتنمر غالبا جواه ضعف او اذى قديم وبيحاول يغطي عليه بالأسوأ، وان التنمر مرض نفسي. والاسباب اللي بتخلي الشخص يتحول لمتنمر بيكون عنده عقدة نقص، بيحس ان هو اقل من الناس فبيتنمر عليهم عشان يكبح عقدة النقص اللي موجودة عنده، وبيحس ان هو احسن منهم. انه ممكن يكون اتعرض للتنمر وهو صغير فبيكرر اللي حصل معاه مع الاخرين، وممكن يكون اتعلم ده في بيته. يعني لو شاف ابوه او امه بيهينوا حد فبيبقى عنده الموضوع ده طبيعي ان هو يهين الناس عادي او يتنمر على الناس عادي، ما بيبقاش عنده تعاطف. بمعنى ان ممكن يقول اي كلام يأذي بيه الناس وهو في خياله ان الكلام ده امر عادي. وازاي بتبان علامات التنمر على الشخص؟ اولا في تنمر جسدي زي الضرب او تكسير الاشياء. في تنمر لفظي زي الفاظ خارجه او سخريه او تهديد. في تنمر اجتماعي زي نشر الشائعات. في تنمر اونلاين زي كومنتات الاستهزاء وصور محرجه. والاثر السلبي للشخص اللي اتعرض للتنمر ان هو بيفقد الثقه بنفسه وبيحس بالفشل، بيحصل له قلق واكتئاب، ودايما بيبقى خايف، بيبعد عن الناس عشان ما يكررش او ما يحصلش معاه اهانه تاني او تنمر تاني. وازاي اوقف الشخص المتنمر عند حده؟ الموقف اللي بتعرض فيه للتنمر ما عدوش بالسهل، اقول له ستوب، اقف، ما تعملش كده، ما تقولش كده، ما تكررش كده، لاني لو سكت له هبقى فريسه سهله ليه ان هو يكرر التنمر عليا تاني ويزيد كمان. واطلب الدعم النفسي من الاشخاص المحيطه بيا عشان ثقتي ما تتهزش او ما افقدش ثقتي في نفسي. وازاي تعلم اولادك ان هو ما يبقاش متنمر؟ اولا اعلمه التعاطف، اقول له تخيل لو حد عمل معاك كده انت هتحس بايه. ثانيا اراقب تصرفاته، لو حسيت ان هو بيضايق حد اتعامل معاه بجديه. ثالثا اخليه يحس بالامان، لان اغلب المتنمرين بيبقى بسبب الخوف او الغيره. المتنمر عنده قلب مكسور بس مش من حقه يكسر قلوب غيره. التنمر مش لعب عيال، ده جرح نفسي عميق وممكن يؤدي الى متلازمه القلب المكسور. لازم كلنا نواجه التنمر، ما تبقاش ضحيه وما تبقاش متنمر. لا للتنمر.